والآن إلى جديد محترفين، حيث أعلن موقع سكاي سبورت عن أفضل اللاعبين في آخر 5 مباريات في الدوري الإنجليزي. وتفوق رياض محرز على كل نجوم الدوري، محتلا المركز الأول كأفضل اللاعبين وأكثرهم فعالية في آخر 5 مباريات، ليتفوق بذلك على كل من دي بروين ودافيد سيلفا. تصنيف جاء بعد التألق الكبير للدولي الجزائري في آخر المباريات، سواء بالأهداف التي سجلها أو بالتمريرات الحاسمة التي قدمها. تتوالى الضربات والأخطاء في بيت الفاف، أسهم الاتهام في كل مرة تضرب جسد جليس قصر دال إبراهيم خير الدين زتشي. كان السبب المباشر أو لم يكن؟ اسمح لي. راني معك هنا، مازال ما شفت. شكرا على الانفورماسيون. نقص خبرة من الفاف تكتسب مع مرور الوقت، تكشف في كل مرة الأعداء من الأحباب، مؤكدة أن تطهير المحيط بات ضرورة حتمية للتخلص من العلاقات التي تعثر في كل مرة السير الحسن لأعلى هيئة كروية في الجزائر. الإنسان اللي ما خدمش خدمته إن شاء الله ندرسوا الملف هذا ونشوفوا واش الإجراءات اللي لازم ناخذوها في المكتب الفيدرالي إن شاء الله. مشاكل مختلفة من هذا وذاك تهدف لإدخال الشك في طريقة التسيير لرئيس الفاف ومكتبه الفيدرالي، في الوقت الذي يدعو الجميع إلى التجديد لإعادة النهوض بكرة القدم الجزائرية، وتصبو كل الأمان لتكافل الجهود والتضامن من أجل بحث وإنجاح ما يسعى إليه خير الدين زتشي. لكن في كل مرة يجب إعادة النظر في العديد من الأمور. نتكلم في المحيط ونهضروا صراحة. المحيط أول متعثر، أول اللي راهو يستفيد الأرض هي الرابطة. اليوم كاين أشخاص راهم يضربوا في الرئيس وليس ببعيد عن بيت الفاف أو بالضبط بداخلها والمحيط الذي يدور به حملة تنظيف كبيرة تنتظر خير الدين زتشي لتفادي سقطات أخرى جديدة مدبرة أو حتى التي تأتي من محيط عاجز وغير كفء.